توماس كان بيخبط على بيضة بالمعلقة، لكن وهو بيبص في انعكاس المعلقة فجأة لمح قناصة ست متمركزة فوق الجبل. قبل ما يلحق يتحرك الرصاصة كانت اتطلقت فعلا، بس الحظ ساعده، مال جسمه شوية والطلقة عدت من جنبه. على طول وقف بسرعة ودور على أي ساتر يستخبى وراه، لكن القناصة ما استسلمتش وسددت عليه برصاصة خارقة للدروع. الراجل بسرعة طلع سلاحه السري، صفق بإيديه وفجأة 7 حلقات ذهب ظهرت حواليه بإشارات بسيطة من إيده. الأسلحة بدأت تطفو في الهواء، وبعد ثواني جمع 3 طيارات درون طلعوا من فوق السطح واندفعوا بسرعة ناحية الجبل البعيد. وفي نفس الوقت كان بيتابع موقع القناصة على شاشة مراقبة ظهرت قدام عينه، وأول ما القناصة كانت هتضغط الزناد لاحظت إن الدرونات قفلت عليها الهدف. الراجل شن هجومه فورا. القناصة بسرعة ربطت حبل في وسطها وضربت مسمار في واحدة من الدرونات بمسدس المسامير. الدرونات بدأت تضرب بدقة، لكنها كانت بتتفادى الطلقات بحرفنة وتتحرك بخفة غير عادية لحد ما أخيرا نطت من فوق الجرف. الراجل في اللحظة دي بدأ يجمع سلاح تقيل، وبعد ما قفل عليها الهدف القناصة اضطرت تجري وتتنقل بسرعة علشان تفلت، وبفضل رشاقتها وقدرتها كانت بتتهرب من ملاحقة الدرونات. بس في الوقت ده فريق الراجل وصل. القناصة نطت وركلت واحد من الأعداء وقعته على الأرض، وخدت سلاحه وبدأت ترد عليهم، بس عددهم كان كبير جدا فاضطرت تهرب بسرعة. الحظ ساعدها تاني لأن شريكها وصل في آخر لحظة وأنقذها.